اخيرا وبعد عناء طويل وصلنا للدومي فينال من بعد 22 سنه ما وصلنا ليه. تخيل معايا 22 سنه وهذا العام يلا بدينا كنشموا ريحه كوب دافريك. اليوم غادي نهضروا على الخصم الجاي اللي عندنا، غادي نشوفوا واش نيجيريا ولا الجزائر، وغادي نشوفوا حتى المشكل اللي دار الجمهور ديال الجزائر وسط التيران. ولكن قبل ما تنساوش لايك كومونتير سبسكرايب، دوزوا عندي الانستغرام اللي هو هذا. وشكرا بزاف على 100 ابوني اللي وصلت ليها. قلت لكم بغيت نوصل 100 ابوني قبل ما يسالي كوب دافريك، وفعلا وصلت ليها. دابا ولا عندنا اوبجيكتيف اخر اللي هو نوصلوا 200 ابوني ان شاء الله في اقرب وقت. وهادشي اللي كاين. بلا ما نطول عليكم بزاف نبداو الفيديو. اول حاجه غادي نهضروا عليها اللي هي غدا ما غاديش ندخلوا فيها بزاف، اللي هو الماتش ديال المغرب والكاميرون اللي تلعب البارح. بغيت نقول ما عندي ما نقول عليه صراحه، فهمتي ماتش طاكتيك اللي دخل به وليد ركراكي زوين. الا بقينا غاديين بنفس الطاكتيك اللي لعبنا به ديك النهار، كوب دافريك ديالنا ما كاينش غيحد علينا، فهمتي نفس لا من عند اللعابه لا من عند الجمهور، فهمتي كلشي متكامل. ماتش بمعنى الكلمه. كنا خايفين من داك الماتش نخرج منه تعادل ولا اشواط اضافيه ولا داكشي، ولكن الحمد لله ربحنا بجداره واستحقاق. ماتش زوين. كنبغي نقول برافو للدراري وبرافو للمدرب وبرافو حتى للجمهور. دابا غادي نشوفوا الخصم الجاي اللي طاح ضدنا. المباراه ديال الجزائر ونيجيريا هي اللي كانت حدات شكون غادي طيح ضدنا في نصف النهائي، وفعلا ربحات نيجيريا ب2-0 عن جداره واستحقاق. ما كاين لا هادي لا هادي، ما كاين لا ظلم تحكيمي لا والو. الحكم راه هو هذا. المغرب ما عنده حتى شي دخل في هذا الشيء كامل اللي كيقول لك المغرب راه دار. هذا موضوع بوحدو باش نهضروا عليه. المغرب ما عنده حتى دخل. المغرب فقط يوفر لك فين تلعب وفين تسكن. سالينا داكشي كامل كيبقى غير الكاف والكان وداكشي دبر راسهم، فهمتي. كما قلت لكم ربحات نيجيريا باداء ونتيجه، يعني غادي تلعب ضدنا في الدومي فينال. غادي نهضروا على اهم النقاط ديال نيجيريا. راه كلشي عارف نيجيريا كيفاش كتلعب والستيل ديالها. نيجيريا خصم صعيب بزاف، ما يمكنش تربحوا باي طريقه. خاصك حتى دير شي تاكتيك اللي خيالي كما درنا مع الكاميرون، عندك الساعه تربحهم. كيتميزوا باللعابه اللي طوال القامه بحال اوسيمين بحال اداماس وبحال الديفونس والميليو راكم عارفين، الا داك لوقمان مسكين القصيور. يعني غادي يبداو يلعبوا على العرضيات والكورنيرات، يعني اي حاجه. ما عرفتش علاش خاصنا ندخلوا الياميق في هذا الماتش، لان الياميق طويل فيه تقريبا شي متر 95. غادي يحدنا من الخطوره ديال الكوفرات والكورنيرات. راكم عارفين شنو كاين. غادي يقدر يتهز مع اوسيمين ولا يتهز مع هادي. شدنا اوسيمين كما كان شدنا بيبي وما عرفتش كان شدنا كريستيانو داك النهار في كاس العالم. وعاوتاني هما كيلعبوا على لي كونتراتاك هما خطيرين فين يبانوا. الكاميرون كيقدروا يبنيو هجمه من الدفاع، من الجول للدفاع للميليو ديفونسيف للميليو اوفونسيف، ومن بعد كيدخلوا على العمق. داك الاجنحه اللي عندهم هما في اليسار واليمين كيدخلوا هما العمق باش يخترقوا من العمق وماركيو، كما شفنا في المباراه ديال الجزائر ونيجيريا. اما الضغط اللي كيديروا على اللعابه اللي هو ضغط خطير بزاف. هادو ان فوا كتشد الكره تقريبا من عند ياسين بونو ولا ماسين ولا شي حاجه، اقسم بالله حتى كيستحوذوا عليك، كيخليك انت كتشك في راسك حتى كتعطيهم كره وكيماركيو كما دار داك بونجاح في الماتش اللي فات. الا شفتوا راه كارثه والله. ولكن انا متفائل الماتش الجاي ان شاء الله غادي نديروا شي حاجه. غادي يقدر وليد ركراكي يقرا التكتيك ديالهم، وغادي يقدر يشوف شي حل اللي غادي يقدر يوالم هاد المنتخب اللي غنلعبوا ضده. توقعت كلشي صحيح. قلت لكم المغرب غادي تدوز ودازت. قلت لكم نيجيريا غادي تدوز وهاجموا شي وحدين في الجزائر من لي كومونتير هاجموني قال لك لا نتوما غتربحوش وما هادي وحنا غادي ندوزو نيجيريا. ولكن في الاخر داكشي كله اللي قلته صحيح. انا كندوي على الكره، ما عندي مشكل حتى مع شي بلاد. كندوي على الكره، عندي كاع البلدان بحال الا بلاد اللي نعيش فيها راه ضروري غادي تكون فيها العاطفه. داكشي علاش قلت المغرب غادي تربح ب2-0 وربحات 2-0. قلت لكم نيجيريا غادي تربح وربحات. قلت لكم السنغال غادي تربح وربحات. واخيرا قلت لكم مصر غتربح وربحات. يعني عاوتاني بلا ما يجي عندي شي واحد من الجزائريين نقول لكم لا هذا راه نتوما ربحتوا بالحكام وهذه. خويا الا كنتي كتقول حنا ربحنا بالحكام وسير اخويا سير ديكلاري الكاف، راه ما غادي يعطيوك الحق ديالك، وديك الساعه يقدر يتعاود الماتش ولا شي حاجه. كما قلت لكم باش نربحوا نيجيريا خاص غير داك النفس اللي لعبنا بها مع الكاميرون، نفس الكرينطا، نفس الروح القتاليه اللي كنا كنشوفها غير ابراهيم دياز الوحيد اللي كنا كنشوفوه كيلعب ديك القتاليه. ولكن في الماتش ديال الكاميرون كاع اللعابه صدموني كاملين من الجول حتى الافا سونتر كلهم نفس القتاليه ونفس الشراسه ديال اللعب بحال ابراهيم دياز. ان شاء الله يكون خير. ما انا شوف انا ديما متفائل مع المنتخب. راه ملي كنا تعادلنا مع مالي واش نقول ديما المنتخب غادي يقدر يدير شي حاجه. واخا ربحنا بواحد مع تنزانيا كنت كنقول ديما المنتخب غادي يدير شي حاجه، وان شاء الله نثق فيه. كما وصلنا الدومي فينال غنوصلوا للفينال، وكما وصلنا للفينال غنديو ان شاء الله. ما كاينش غادي يحيد علينا. راه حنا لاعبين في بلادنا، راه كما كنقول لكم راه لاعبين في بلادنا. راه ما كاينش شي منتخب اللي كيلعب في بلادو كيبقى يشكك في القدرات ديالو. اقسم بالله اي منتخب كيلعب في بلادو كان نفس النيفو ديالنا راه ضروري غادي يقول المنتخب ديالنا غادي يربح. دابا غادي نساليو داك الموضوع ديال نيجيريا والمغرب اللي في الدومي فينال. دابا غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي دارت هاد الوقيته الصداع، اللي هي الجمهور ديال الجزائر اللي ما خلانا نلعبوا وما خلاو راسهم يلعبوا.
البارح ملي خسرت الجزائر مع نيجيريا ناضوا اللعابه هما الاولين كيمشيو كيسبوا في الحكم وكيلوموه. هذه عمري شفتها كاع في شي ماتش ديال كوب دافريك. اللعابه ديال الجزائريين اللي خاصهم هما يدخلوا الفيسير سالا الماتش ماشي لعند الحكام اللي كانوا مجموعين وكيسبوا فيهم باغيين يضاربوا معاهم. هذا راه باش تعرف راسك انت راك مريض، راك انت مريض. راه الفرقه ديالك ما وصلش للبوطو تقريبا شي 12 شوطه اللي شوتات نيجيريا وانتم زيرو ما شفتوش البوطو ديال نيجيريا كاع. وكتقولوا الحكم شنو بغيتي يماركي لكم الحكم ولا شنو؟ وقال نتوما بغيتو ملي نيجيريا تبغي تماركي يمشي يحبسها بيدو ولا شي حاجه. راه ما يمكنش، راه هذا هو اللعب. حنا نقولوا كاع داك لمسه اليد اللي كانت ضربت في كاري دي زويج نقولوا ماشي مشكل راه بيلانتي، وديك الساعه سير عند الكاف قول لهم راه بيلانتي، ما تقولش حنا راه بيلانتي والحكم وكيقطعوا فلوس اصاحبي ما تخرب عيق والله. Est-ce que vous pouvez parler? Qu'est-ce qui s'est passé? اما واحد الجمهور قال لك باغي ينزلوا التيران باغيين يخربوا كل شيء، قال لك باغي ينزلوا التيران ديال مراكش باغي يحيدوا البطوات باغي يحيدوا داك اللعب ديال الكورنير باغي يهرسوا كل شيء. جاب الله كاين الامن ما خلاهمش كاع ينزلوا. والله الا حيوانات ما يقدروش يديروا هاد اللعيبه، حيوانات كيمرقوا من ريوسهم ويديروا هاد اللعيبه هادي. تقريبا كاع المنتخبات الكاميرون ضربناهم مشاو بحالاتهم، الكونغو نتوما ضربتوهم ما قالوا لكم والو واخا استهزأتوا بهم مشاو بحالاتهم، طنزانيا ربحناهم مشاو بحالاتهم، وكاع المنتخبات اللي ضربناهم كاملين اللي قصيناهم حتى حد ما قال لك شي حاجه. غير نتوما اللي لاعبين مع منتخب اخر قال لك لا كولاسه هذه خويا حنا الكولاسه وكنشريو حكام. الا سير صاحبي عاود لشي واحد اخر ما تعاودوش لنا حنايا. لا جمهور مربي لا لعابه مربين. هذاك اللاعب اللي قال لك حنا غادي نشدوهم غادي ما نقدر نقول الكلمه الصراحه ولكن قال لك غادي نشدوهم غادي نديروهم هنا. وانت اخويا مشيتي لداركم راه مشيتي دابا وقرا شاد الطياره غادي للجزائر دابا ما عرفتش غادي يا صاحبي. بلادنا خاصو شويه يكون مربي. راه ملي كيتقصى الواحد راه تيبقى الاخلاق ديالو كما شفنا مع الكاميرون. راه ملي سالوا الماتش جاو كيحيوا الجمهور ديالنا والجمهور ديالنا تا هو تيدير لهم بحال هكا، يعني ما كاين حتى شي حاجه. انتم بوحدكم ساكن المقروصين ما فهمتش علاش. غادي نساليو السوجي وغادي نشوفوا شي حاجه اخرى حيت ما بغيتش نهضر في هذا الشيء، ما بغيتش راكم عارفين انا ما كنقدرش نتحكم في راسي ونقول شي حاجه اللي غنستقيل شي حاجه اللي خارجه على الموضوع وغادي نستغرب ما عرف صافي. كنفضل نخليوه هنا صافي. تقسيتو الله يسهل عليكم، بغيتو شي حاجه سيروا عند الكاف ديكاريو بها قول لهم راه يعني المغرب راه كيشري حكام صافي. هادشي اللي كاين المغرب راه غيديها ان شاء الله شئتم ام ابيتم راه غيديها المغرب. ما عندكم ما ديروا. كوب دافريك ملعوبه في بلادنا نديروا اللي بغينا. مزيانه هذه ولا قبل ما نساليو الفيديو غادي نشوفوا التوقعات اللي ديال الدومين فينال اللي انا غادي نعطيكم عاوتاني توقع وغادي نقول لكم راه صحيحه 100% كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. قلت لكم التوقعات كلهم غادي يكونوا 100% حيت عارف انا شنو كنختار. التوقعات ديال اليوم ديال الدومين فينال عندك السنغال ومصر. هذا ماتش باينه صراحه شكون غادي يربح فيه. كاينه السنغال راكم عارفين واخا ربحت بواحد مع مالي ولكن مالي راه عطاشه تما كما قلت لكم ما كيتفاكوش واخا ب10 اللعابه. كنقول السنغال غادي تربح مصر واخا ربحت الكوت ديفوار ب3-1 ومقاله مع 3-2 ولكن هادشي كاع ما كيغطي على ان مصر عندها مشاكل دفاعيه والسنغال ما كترحمش بحال هاد الاوقات هادو. دونك السنغال اللي غادي تدوز. وعندنا الماتش ديال المغرب المنتخب الوطني ديالي او نيجيريا اللي كانت باغا تكون بلاصه كاينه نيجيريا. كنقول بانه المغرب غادي تربح. اول حاجه عاطفه هذه اول حاجه. ثاني حاجه كان تايق في المدرب غادي يدير شي تاكتيك كما صدمنا في الماتش اللي فات مع الكاميرون. شاك فيه غادي يدير شي تاكتيك واعر وغادي نقدروا نربحوا فيه بشي نتيجه ديال 2-0 ولا 3-0 ان شاء الله باذن الله. المغرب غادي يدوز للفينال واخر واحد غادي يديها ان شاء الله اللي هو المغرب وصافي. فرحوا من دابا نهار 18 غادي نهزوا الكاس وصافي. لما دزيناش الكاس صافي اجيو حيدوا لي ابوني. المهم هادشي اللي كاين. ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب. هادشي اللي كان في هذا الفيديو داك ما بغيتش ندخل فيه في شي مواضيع بزاف بغيت نخليها فقط غير هنا. ما بغيتش نقول شي حاجه اللي زايده على القاعده. هادشي اللي كاين. ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب. دوزو عندي الانستغرام كما قلت لكم اللي هو هذا راه كنحط فيه ديما الريلزات وستوريات داكشي اللي ما كتشوفوش هنا كاين في انستغرام. هادشي اللي كاين. تهلاو لي في راسكم. بيس.